عارف يعني إيه خصوصية؟ يعني في حاجات في حياتي مش لازم تكون موضوع للنقاش، ولا سؤال على فنجان قهوة ولا نكتة في قعدة صحاب على فكرة. أنا مش لازم أعيش علشان أجاوب على أسئلتك ولا علشان أرضي فضولك ولا علشان أشرح لك ليه أنا اخترت الطريق ده عكس اللي أنت متوقعه. في فرق كبير ما بين الاهتمام وما بين التطفل. لما تسأل علشان تطمن ده اهتمام، لكن لما تسأل علشان مجرد تزود معلومة عندك وترضي فضولك ده تدخل. إحنا محتاجين نتعلم نقف عند حدودنا، نتعلم نقول أنا جنبك لو احتجتني، مش علشان الفضول هيموتني. نتعلم نكون سند مش بالكلام، نتعلم نسأل بإحساس مش ننبش في تفاصيل ما تخصكش. اللي بيحبك بجد مش هيفضل يحقق معاك، مش هيسألك كل شوية اتأخرت ليه، ما اتجوزتش ليه، ما خدتش القرار ده ليه. اللي بيحبك بجد هيحترم سكوتك قبل كلامك، وهيصون مساحتك قبل ما يقرب منك. مش كل سؤال على فكرة نقدر نجاوب عليه بلطف، ومش كل حاجة بنتضايق منها بنعرف نقولها. بس اللي بيريح بجد هو وجود شخص عارف يقف مكانه ويحترم خصوصيتك، عارف يقول أنا معاك من غير ما يقول لك بس احكي لي بقى. الناس محتاجة اللي يسمعهم من غير ما يحكم عليهم، محتاجة اللي يسندهم من غير ما يفتش في تفاصيل، محتاجة اللي يطبطب عليهم من غير ما يستغل ضعفهم. قبل ما تسأل فكر، وقبل ما تحكم افهم، وقبل ما تقتحم حياة إنسان خليك في الأول إنسان واحترم خصوصيته. اللي بيحترم خصوصية غيره بيبني أمان وبيخلي الناس تحبه مش تخاف منه. سلام.